أهلا وسهلا بحضراتكم. فيضانات وادي رهيو تخطف براءة صغير رضيع وتتسبب في كارثة كبرى. أمطارها بتتحول إلى مأساة كبرى. في الأول كده هنصلي على رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. وكمان ما تنسوش لايك على الفيديو واشتركوا وفعلوا الجرس من كلمة الكل عشان خاطر يوصل لكم الجديد والترند. شهدت ولاية غريزان صباح اليوم الاثنين في حدود 2:30 فيضانات مفاجئة بعد تساقط أمطار غزيرة بحي بوجلة ببلدية وادي إرهيو. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السيول أدت إلى تضرر عدد من المساكن بعدما تسربت المياه إليها وقضت على أساسها بالكامل، كما جرفت عدة سيارات وأغلقت طرقا رئيسية، مما استدعى تدخل مصالح البلدية والحماية المدنية لإنقاذ العائلات المحاصرة وفتح المسالك. كما تم تسجيل حالة وفاة رضيع يبلغ من العمر 2 رحمة الله عليه، ربنا يا رب يصبر أهله، اللهم آمين يا رب. ومن مكان هذا بعزي إخوتنا وحبايبنا في الجزائر أب وأم هذا الرضيع الذي وفاته المنية أثر انهيار حائط منزله جراء الفيضانات التي شهدتها المنطقة بوادي رهيو إلى ولاية غريزان. الوالي كمال بركان الذي انتقل إلى موقع الكارثة مرفقا بأعضاء اللجنة الأمنية، حيث قدم واجب العزاء لعائلة الضحية بالكامل ووقف على الأضرار التي لحقت بالأحياء المتضررة، فيما سخرت الحماية المدنية إمكاناتها لتأمين السكان وامتصاص المياه. ربنا يا رب يرحم الصغير ويصبر والديه، اللهم آمين يا رب. ربنا يحفظ أهل الجزائر وشعبها، اللهم آمين. انتهى الفيديو مع حضراتكم ومع السلامة.